بمناسبة أفريقيا اللي على الأبواب خلاص، تعالوا نتكلم ونحكي عن تاريخ أفضل تبديلة في تاريخ أفريقيا كلها، هو محمد ناجي جده، وإيه اللي حصل والأهداف اللي سجلها. يلا بينا. طبعا في ناس كتير بتفتكر إن القصة كلها بدأت في أفريقيا، وده مش صح خالص، لأن محمد ناجي جده قصته مع المنتخب بدأت من الماتش ده قبل البطولة، وهو ماتش مالي الودي بعد ما نزل تبديل لأحمد حسن. وبعد ما نزل تبديل لأحمد حسن قدر يسجل هدف بشكل جميل جدا بعد ترقيصة بشماله لمدافع مالي، وبعد كده تسديدة بيمينه ولا تصد ولا ترد، والكرة أكنها مكهربة تقع من إيد الحارس وتسكن الشباك. بعد كده نروح أفريقيا بمفاجأة كبيرة جدا بانضمام جده لقايمة، هو والسيد حمدي إنزاك، والناس كلها متفاجئة مين جده اللي انت واخده ده عشان ينزل جده في أول مباراة كبديل مباراة نيجيريا ويسجل هدف جميل من تسديدة أرضية ولا أروع اللي قدامك ديت لا تصد ولا ترد على يمين الحارس، ويبدأ مشوار جده ورحلة جده مع الأهداف في البطولة. يستمر جده في تقديم الأداء المميز بعد هدف ولا أروع ولا أجمل في مرمى موزمبيق بشماله من لمسة واحدة بعد ما استلم بيمينه وحط الكرة فيرست تايم من قبل ما تنزل على الأرض بشماله في المقص. هدف من أحلى أهداف جده، بل من أحلى أهداف البطولة الأفريقية 2010 أنجولا، بعد تسديدة ولا أروع ولا أجمل من كده، وهدف سينمائي من جده في دور المجموعات ضد موزمبيق. ولم يكتفي جده بتلك الأهداف فقط، بل كمل على نفس الأداء المميز ده وفي دور الثمانية والكوارتر فاينل، وبعد غلطة مدافع الكاميرون قدر يسجل هدف جميل بتوقعه صح جدا. قدر يتوقع إن المدافع هيغلط ويسبق ويروح للكورة ويفنش من لمسة واحدة من بين رجلين حارس المرمى ويسجل هدف جميل جدا لمنتخب مصر عشان يستمر في التألق أكتر وأكتر. وعايز تهده هات له جده، وده اللي جده عمله بالظبط في ماتش الجزائر 2010، ماتش 4-0، ماتش رد الاعتبار قدام منتخب الجزائر، الماتش اللي منتخب مصر ادى الجزائر درس قوي جدا في كرة القدم، وقدر منتخب مصر ساعتها يكسب 4-0 في نص النهائي ويصعد للنهائي قدام غانا. كل ده وجده نزل بديل برضه، حط بصمته في المباراة الشهيرة والمباراة الأهم في البطولة دي من وجهة نظري. ما خلصتش الحكاية هنا وما خلصش جده هنا، لا، جده كمان حط بصمته النهائية في المباراة النهائية قدام ماتش غانا بعد ما كانت المباراة معقربة جدا جدا جدا. قدر ينزل محمد ناجي جده ويجيب البطولة لمصر من قلب أنجولا قدام غانا، المنتخب القوي جدا 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 وقتها، بهدف جميل ولا أروع ولا أجمل بعد ما نزل استلم الكورة وعمل 1-2 مع محمد زيدان زيزو وخلص بفينش جميل ورائع ببليسنج على شمال الحارس لا تصد ولا ترد. والدنيا كلها في مصر وقتها كانت بتهتف هتاف واحد بس، عايز تهده هاتله جده، جده اللي ارتدى التيشيرت الأحمر بعد البطولة المميزة اللي قدر يقدمها. ودي كانت قصة جده في كأس الأمم وقصة أفضل تبديلة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. محمد ناجي جده بعد البطولة دي كان حديث أفريقيا كلها. محمد ناجي جده بعد البطولة دي عمل طبعا فرقعة كبيرة جدا في مصر، وطبعا مين اللي جري وراه؟ الأهلي والزمالك. وساعتها حصلت القصة الشهيرة اللي اتلط فيها حازم إمام لما كانوا مزورين العقد بتاعه وماضيين مكانه إن هو ماضي لنادي الزمالك، وطلع طبعا كل الكلام ده في شنك زي كل حاجة بيعملوها، وزي قصة الأرض الشهيرة اللي بتحصل دلوقتي، وطلع الإمضة مزورة وطلع جده مش ماضي نادي الزمالك. وساعتها راح محمد ناجي جده للنادي الأهلي عشان يلعب تقريبا 4 أو 5 مواسم من أحلى مواسمه، وقدر يحقق دوري أبطال أفريقيا والدوري مع النادي الأهلي، وأصبح جده أسطورة من أساطير النادي الأهلي وكمان مصر. أفضل تبديلة في تاريخ أفريقيا محمد ناجي جده. تفتكر البطولة دي هيبقى فيها برضو أفضل تبديلة، ولا مفيش حد تقريبا في القايمة اللي اختارها حسام حسن يقدر يقوم بنفس اللي قام بيه جده؟ اللعيب اللي يقدر ينزل يخلص ماتشات ويقدر ينزل يجيب البطولة من قلب الدكة، ده كان محمد ناجي جده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وكمان سبسكرايب لقناة اليوتيوب، وطبعا مش هوصيك فولو لصفحة الفيسبوك. وبس كده، سلام.